السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الاحترام والاحترام إلى جنة التحكيم وإلى جميع الحاضرين رحمهم الله. في هذه الفرصة السعيدة اسمحوا لي أن أبلغ لكم خطبة واحدة تحت موضوع أحوال المسلمين اليوم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيها المؤمنون المحترمون، هذا الحديث يحذرنا بأن من يدخل في الإسلام غير دخول ويتمنى الجنة التي فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فمن الطبع سيجد أنواع الامتحان من الله تعالى كما وجدها الرسول في أوائل دعوته، خصوصا بعد وفاة عمه أبو طالب. حاول قريش أن تؤذي الرسول محاولة شديدة ونستهزئ، وكان أشهدهم إيذاء على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أبا وأبا جهل وعقبة بن أبي معيط وكذلك الوليد بن المغيرة. وكذلك قد سمعنا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون إيذاء شديدا من قريش، خصوصا من المستضعفين والصعلوك الذين لا ناصر ولا مدير لهم من القبائل العربية. فكل قبيلة تعذب من أسلم بنوع الضرب والحبس وعدم إطعامه حتى يتذوقوا جوعا شديدا، حتى أحد من الأنصار المسلمين لشدة ما ينالهم من العذاب لا يستطيع بالجلوس ولا يدري ما يقول، وهو كالبلاد وعمال بن ياسر وأبيه وأمه وخفاف بن الملك. فهم السابقون الأولون وأصحاب الرسول يجدون إيذاء شديدا من أعدائهم بسبب العلة الوحيدة، وهي لأنهم يخدعون الله وحده ولا إلى غيره أبدا. هذا ما يسبب قولا غريبا بين قوم من مسلمين. ولكن من المقصد أيها الإخوة، كان أكثر من المسلمين اليوم لا يفهمون معنى الإسلام بغير معنى، بل هم لا يصلون ولا يصومون، وكثير من الأحيان لا يستطيعون أن يتخطوا
الجهل. يسبب من يفهم دين الإسلام من غير فهم ويعمل صار ضعيفا بين قومه. ولكن بالجهل الكفار هناك شيء يسببنا أن نشكر الله ونحمده، وهو ما زلنا نظرنا قليلا أو قليلا من قليل المسلمين اتبعوا بأمر الله والتزموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الناس يدعون هذه الطائفة الصالحة الناجية بالاتحادية. أيها الحاضرون المحترمون، لقد اعترفنا بأن قراءة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله باللسان ثم يعمل كل مقتضياتها من الأعمال الصالحات الواقعية هو الشيء الشاذ، ولكن هناك سر وراء كل هذا. فما ذلك السر؟ ولأن هناك الأجر العظيم في الدنيا بل في الآخرة لمن يلتزم بكل معاني الشهادتين. والآن نجد شيئين المانعين للدعوة الإسلامية. أولا إيذاء من بعض المسلمين الذين يدعون أنفسهم المسلمين ولكنهم كانوا بشريعة الإسلام. ثانيا الحسد والمحاولة الفردية من النصارى واليهود، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اعلموا أيها الإخوة بأن عدوكم من غير المسلمين لا يسر أن يقيم المسلمون شريعة الإسلام في هذه الربوع المعقولة. فانصروا عيونكم إلى إخواننا في أفغانستان، في فلسطين، وفي العراق، وفي سيسان، وعرب، وفوسهم وغير ذلك. كيف هم مقتولون ومعذبون ظلما لأجل تحقيق العقيدة ومعتقداتهم؟ أيها الحاضرون، من الواضح قد حذرنا الله في كتابه القرآن العزيز بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي آية أخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلذلك أنا أحذركم جميعا للرجوع إلى الله وسنة رسول الله، بالمعنى تحقيق ما في القرآن والسنة الموحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون الكرام، أبعد ذلك المجموع على ما قلت قد صار دين الإسلام الحق غريبا اليوم، فلا تحزنوا بهذه الغربة الحسنة حينما نؤدي حقيقة الإسلام الحقة، لأن في هذه الغربة سنجد النجاح والفلاح. ألا تنسوا الصفوف ولا تختلفوا ولا تفرقوا ولا تنازعوا، وعلينا الإصلاح والهداية. ألا نذكر مجتمعنا والمسلمين فيقبلون مقتضيات الإسلام غير إخوان، حتى ليسوا من قوم يعترفون بدين الإسلام ويكرهون شريعة الإسلام أو يعملون ما يحبون وفي نفس الوقت يتركون ما يحبون. فيا إخواني، ادعوا إلى ديننا محبة إليه بالدعاء: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين، آمين يا رب العالمين. ربما نكتفي بهذا. شكرا كثيرا على حسن استماعكم. إذا وجدتم الخطأ اطلبوا العفو الكثير. أخيرا أقول لكم